حقق غوريلا ياباني يدعى كيوماسا انتشارا واسعا على مواقع التواصل بعد ظهوره في مشهد بدا وكأنه يعيد التفكير في قراراته الحياتية عقب خلاف مع أنثى الغوريلا التي ترافقه داخل حديقة الحيوان. وبحسب اللقطات المتداولة طردت الأنثى الغاضبة الغوريلا البالغ من العمر 13 عاما من قربها بعد مشادة بينهما، قبل أن يشاهد لاحقا جالسا بمفرده في حالة من الشرود والتأمل في مشهد أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين. الفيديو لم يوثق لحظة الخلاف فقط بل ركز على ما بعد ذلك، حيث بدا كيوماسا وكأنه يراجع حساباته ويستعيد تفاصيل ما حدث، ندمان أو حيران أو ربما حردان، ما دفع الكثيرين إلى تشبيه المشهد بدراما عاطفية مصغرة داخل عالم الغوريلا. ورغم أن سبب الخلاف ما يزال مجهولا، فإن المشهد الطريف والمؤثر في الوقت نفسه حصد ملايين المشاهدات ليصبح أحد أكثر المقاطع تداولا خلال الأيام الأخيرة.